ابعت الفيديو ده لكل ام طفلها متاخر في الكلام. قبل ما تلف على دكاتره التخاطب وتدوري على الاسباب، سالت نفسك قبل كده هل اكل طفلك بيساعده على النطق ولا بيأخره؟ في حلقه النهارده من دايت ريميكس هقول لك ايه علاقه الاكل بالكلام. رقم واحد، ودي مفاجاه لامهات كتير، الاكل المهروس. لو طفلك متعود ياكل اكل مضروب في الخلاط او طري جدا، عضلات الفك واللسان عنده بتكون ضعيفه. علشان الطفل ينطق الحروف صح محتاج عضلات قويه، وده بيجي من المضغ. اديله تفاحه او جزره، حته لحمه يشد فيها، خليه يمرن عضلات النطق بتاعته. رقم 2، الاوميجا 3. مراكز الكلام في المخ محتاجه دهون صحيه علشان تتطور. لو طفلك ما بياكلش اسماك دهنيه على الاقل مرتين في الاسبوع، او مكسرات زي عين الجمل، فانت حرمان من اهم اكل يساعده في التركيز وفي النطق. رقم 3 هو نقص الحديد والزنك عند الاطفال. مش بس بيعمل بهتان وضعف المناعه، الابحاث اثبتت ان هو بيأخر التطور المعرفي واللغوي جدا. البيض واللحمه او حتى العدس لازم يكون موجودين في طبقه كل يوم. رقم 4، السكريات الكتير والمواد الحافظه، دي بتخلي الطفل مهايبر ومشتت ومش مركز معاكي، فبالتالي مش هيلقط منك اي كلمات او يخزنها. جلسات التخاطب مهمه جدا، بس من غير التغذيه كانك بتبني بيت من غير اساس. ابعت الفيديو ده لكل ام طفلها متاخر في الكلام، وخليكي ناصحه مع دايت ريميكس.